بالكراميل والقهوة ديال هاد الوقيته ديال الصيف. كتجي رائعة جدا لحفلاتكم او المناسبات لضيوفكم لوليداتكم. كتجي شي حاجة اكثر من روعة وجد لذيذة. تابعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا معايا على المقادير وطريقة التحضير. واذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للطبقة الاولى ديالي الجانواز غادي نستعمل 2 بيضات بحرارة الغرفة. غنضيف عليهم واحد نص كاس ديال سنيده، دائما سنيده كتبقى حسب الذوق. نص كاس ديال زيت نباتي، دائما المكونات اللي كنخدم بهم كيكونوا دائما بحراره الغرفه. نص كاس ديال الحليب، معلقه كبيره اولا ساشي ديال الكاكاو المر. كنطحن هكا الكل وكنمزج المكونات في خلاط كهربائي. منين كنحصل هكا على فقاعات كنبدا نضيف الدقيق اللي غادي نحتاج فيه واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اللي يكون طبعا مغربل، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. ودائما كنقول لكم من سر النجاح ديال الكيك اولا لي جينواز هو الخل، كيعطينا واحد القوام زوين الكيك ديالنا وفي نفس الوقت كيحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض. ملي كنخلط الكل كنضيف واحد الخماره تقريبا واحد 8 غرام ديال الخميره الكيميائيه ديال الحلوى. كنخلط هكا الكل. كنوجد المول ديالي اللي كنكون في القاعده فرشت عليه البابي كويسون، والجناب كندهنهم شويه الزيت اولا الزبده ورشهم شويه بالدقيق. كنخوي الخليط ديالي، كنكون وجدت الفران اللي سخنته شويه قبل من التحت فقط، وكندخل الكيك ديالي. كيف كتشوفوا ملي كنخويها هكا دائما كنطلع يدي الفوق وكنخبط شويه المول باش هكا كيتحيد ليا داك الهواء من الداخل. كندخلها غير كنحس بها قربت طيب كنشعلها من الفوق تحمر ونخرجها. بالنسبه للساقي غادي ندير واحد الكاس مع مرش ديال الحليب، نضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. داك لوغو ديال القهوه مع ديال الشكلاط كيجي رائع جدا. هنا كنبدا نوجد الطبقه الثانيه ديالي اللي غادي نستعمل فيها واحد لتر ديال الحليب. لتر غنحيد منه كاس واحد ديال الحليب. غندير واحد 6 المعالق ديال النشا. اذا ما توفرش نشا فراه تقدروا ديروا غير الفورس اولا الدقيق الابيض. واحد 6 المعالق منه. هنا كنضيف الشكلاط اللي كيكون هكا حلو يعني كوبيل ماشي الشكلاط المر. صراحه كيعجبني بزاف هكا مع لوغو ديال الكراميل، كيجيب لي واحد اللوين زوين في ديك الطبقه. تقريبا درت منه واحد 3 المعالق. وغنضيف سنيده اللي كتكون دائما على حسب الذوق. انا تقريبا غندير واحد 7 المعالق ديال سنيده. ما نساوش ان داك الشكلاط حتى هو راه حلو. اذا كيف كنقول لكم دائما السكر على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي الحاجه تجي حلوه بزاف، كاين اللي كيبغيها تجي هكا معتدله، كيبقى الاختيار ديالكم. هنا غنضيف واحد الظرف ديال الفلون غويال ديال الكراميل. هاد الفلون غويال كيكون زايد على العادي غير بانه كيكون هكا يعني مع الكراميل ديالنا كيكون هاد الكراميل هو سائل عاطينه نفس الشيء. غادي نوضعو حتى هو كيجيب لي واحد اللذه رائعه جدا في ديك الطبقه ديالي، وحتى اللوين ديالها كيجي غزال بزاف. صراحه هاد الحليوه كتجي راقيه بزاف، كتجي زوينه. كيف كتشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها ساهله بزاف، وإلا شفتوها هكا يعني محطوطه فكتقولوا يعني شي حلوه راقيه جدا. انا من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران غادي نحيدها وغادي نقلبها على الجهه الاخرى، وغادي نثقبها هكا بموس اولا بفرشات اولا بكيردون. وغادي نبدا نخوي هكا هذيك السقوه اللي درنا فيها الحليب وشويه القهوه سريعه الذوبان. صافي كنحاول هكا يعني كلها نسقيها. كتجي واحد الجانواز اللي رائعه جدا وسهله بزاف وناجحه، يعني ما فيهاش تعقيدات اولا يعني نخافوا منها. صافي ملي سقيت هكا الحليوه ديالي دائما في السقي الا كانت السقوه بارده كنسقيو والكيكه تكون باقا سخونه اولا العكس. الا كانت الكيكه بارده كنديروا السقوه سخونه. هنا الخليط اللي درنا ديال الكراميل فراه درتو فوق العافيه مهيله بزاف حتى كيعقد لي على خاطرو. انا كنخلط منين كنطفي عليه كنضيف عليه واحد 2 قطع
ديال الشوكولاته البيضاء وواحد 4 القطع ديال الشوكولاته السوداء اللي تكون هكا يعني مره. المهم كتبقى اختياريه، انا كتعجبني بزاف، كتجيب واحد اللذه زوينه. كنخلط هكا حتى كتذوب ليا مزيان وسط هذيك الكريمه، وكنخويها فوق الجينواز ديالي. بالنسبه للطبقه الاخيره فغنستعمل فيها واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، واحد المعلقه ديال معلقه صغيره يعني ديال قهوه سريعه الذوبان، وغنستعمل فيها فلون عادي ماشي داك الغوايه، غير هذاك العادي ساشي هكا ديال الكراميل. كيف كنقول لكم انا كنحماق الكراميل دائما صراحه، لا في الكيك ولا حتى في التحليات ولا اي حاجه، كان ديما كنضيف مع شويه القهوه وشويه الشكلاط كيجي زوين بزاف. صافي ودرت واحد 2 المعالق كبار ديال سنيده، كنخلط هكا الكل حتى كيتمزجوا ليا المكونات وتذوب ليا ديك سنيده. كنوضعو على النار اللي تكون قليله طبعا باش ما تحرقش، وكنخليه حتى كيغلى مزيان، وكنبدا هكا كنخوي على الطبقه الفوقانيه، وهكا كنحصل على الحليوه ديالنا اولا الطاغ ديالنا زوينه بزاف، غزاله ولذيذه لذيذه لذيذه بلا قياس. كنخليها تقريبا ليله كامله. اذا بغيتو تزربوا عليها فراه تقريبا واحد 4 السوايع تقدروا تجبدوها هكا من الثلاجه. هكا من الفوق فراه زوقتها غير بهذيك لابودغ اللي كتكون عندنا ذهبيه. خديت واحد سنيكرز قطعته هكا قطع وحطيته هكا، وصافي شويه الورد شويه العقيق. مهم كيبقى الاختيار على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تخليوها سامبل بلا ما ديروا فيها والو. كتجي واحد لاطاغ ما كراش ندوقكم منها من هنا، غادي تشوفوا اكيد راه باين من الصوره شحال كتجي لذيذه وزوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم وبارطاجيو الوصفه مع صحابكم وحبابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. الى عندكم شي اقتراحات الفيديوهات الجايه ما تنساوش تخليهم لي في التعليقات، وراه الرابط ديال الانستغرام غتلقاوه اسفل الفيديو. السلام عليكم.